أهلا بيكم من جديد. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي ننمي ثقة الطفل في نفسه. في الحلقة دي عايزين نتكلم عن أخطاء شائعة في تربية الأطفال تقريبا كده الكل بيقع فيها. أول حاجة إن الطفل لما يعمل حاجة غلط إن احنا بننتقد الطفل مش بننتقد السلوك، ودي حاجة مش مظبوطة. يعني احنا المفروض ننتقد السلوك الخاطئ مش ننتقد الطفل كذات. بمعنى ايه؟ كمثال مثلا ان احنا مثلا محمد عمل حاجة غلط، فاحنا ما نقولوش يا محمد انت ولد وحش، نقول له يا محمد انت عملت كذا وكذا ودي حاجة وحشة. واخدين بالكم بالفرق؟ جميل. النقطة التانية، مثلا بنشوف الطفل سواء قلقان او بيعيط او كذا، بنقول له ايه؟ بنقول له يا محمد ما تعيطش، او بنقول له يا محمد ما تقلقش. طب حط انت نفسك مكان محمد كده بيسمع ايه؟ بيسمع ان هو غلط ان انا اكون زعلان، او هو غلط ان انا اكون قلقان، ودي حاجة طبعا مش مفيدة. طب ايه اللي ممكن نقوله يكون احسن؟ احنا ممكن نقول له يا محمد انا شايف انك قلقان، ايه اللي ممكن تعمله او ايه اللي ممكن انا اعمله اساعدك فيه عشان ما تبقاش قلقان قوي. طيب يبقى كده ايه الفكرة اللي وصلت لمحمد؟ ان مفيش مشكلة في الشعور نفسه، بس انت بتقدر الشعور ده ويعني حاسس بيه وعايز تساعده ان هو يخرج من الحالة النفسية اللي هو فيها في اللحظة دي. طيب موضوع تاني بالذات للآباء والأمهات اللي ولادهم بيتكسفوا، وطبعا الخجل أو الكسوف بيبقى شعور عادي في مراحل سنية معينة، بس ساعات بيبقى الشعور ده يعني زايد شوية. مثلا كمثال حضرتك او حضرتك واخده بنتك ورايحه مكان معين، وبنتك مريم عندها 6 سنين. مريم بتتكسف، عمرها ما راحت المكان ده، فبتعمل ايه؟ بتستخبى ورا ماما. فماما بتعمل ايه؟ ماما بتقول لها يا مريم ما تتكسفيش، وكل اصحاب ماما بيقول لهم ايه يا مريم انت مكسوفه ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ مريم بتتكسف اكتر. طيب المفروض نعمل ايه؟ هي طبعا مش حاجه واحده ممكن تقضي على الخجل او الكسوف، بس يعني كفكره مثلا ممكن انت قبل ما تروح قبل ما ماما تاخد مريم وتروح تشوف اصحابها، ممكن تقول لها يا مريم احنا رايحين دلوقتي اشوف اصحابي طنط كذا وكذا وكذا، وهيبقى في كذا واحد هناك وهنقعد هناك لفتره قد ايه. ساعات ان هو انك تشرح له ايه اللي هو ممكن يتوقعه بيساعد شويه في تقليل الخجل او الكسوف. يبقى احنا في الحلقه دي اتناولنا بعض الاخطاء الشائعه في تربيه الاطفال. شكرا ليكم ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه.